استطاع. ولنأتي الآن إخواني بعد مظاهر هذا البلاء المبين، هذا الهول والرعب الكبير الذي لا يوازنه رعب. إبراهيم صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين لم يلبى في أن يرزق الولد في شبابه ولا في كهولته ولا في شيخوخته المبكرة. وعلى فكرة بلحاظ ما الشاب أحوج إلى أن يرزق الولد من الشيخ، بلحاظ ما هو؟ لحاظ إثبات الرجولية، أنني رجل، والرجولية ليست ما يقابل الأنوثة. أنا رجل بشنب وهي أنثى بلا شلالة، وإنما الرجولة هي التي تجعل للأنوثة معنى. الرجولة هكذا عند الناس، شئنا أم أبينا، هكذا في فطرتنا، طريقة تفكيرنا. أنت لا تطمئن على تمام رجوليتك إلا إن جعلت لأنثاك معنى. كيف يكون الأنثى معنى؟ بأن تجعلها أماً، والأنثى تبلغ مداها الأقصى في الأمومة، لا في الأنوثة المجردة. فإن لم تفعل فأنت إيه؟ فأنت في شك وفي حسرة، في شك من رجولتك وفي حسرة عليها. الله لم يفعل له هذا، وبالحري أنه كان يطلب ويبتهل كما ابتهل الأنبياء الآخرون أيضا، لكن الله لم يلبي. انتبهوا، هذه فيها الشيء الكبير والكثير أيضا. كثير من الناس، لن أقول أكثر، لكن كثير